بما فيهم انا، يعني ايه، ما طبيعي كده. البعض بيرى انه كده حضرتك بتشق الجماعه وعصا الطاعه واشياء من هذا القبيل. انت قلت زي ما بيقولوا ولا ايه؟ انا بسال حضرتك على الموضوع. اصلا انت عندك اسئله لازم الخصها لك. هل صدر في حق حضرتك اي ده من الاساليب الفقهيه التي استخدمت على مدار في الفقه الاسلامي لارهاب الناس عشان ما يقولش اراء افكار، زي ما كان يقولوا التصدي للحاكم الظالم فتنه والمظاهرات فتنه، وده لا يجوز. برضك البعض اللي داخل الحركات الاسلاميه اللي بيستخدم الخلاف في الراي في ان يقول لك ده كده شق، ده كده مش واحد موجود عندنا واحنا نظامنا صح وبنعمل انتخابات شفافه وكل اللي ليه راي عنده حق انه يقوله ويختلف ومستكملين اليات الشورى والديمقراطيه، ثم بعد ذلك انتهينا لنظام مش عاجبك، خلاص يا تلتزم يا اما تستقيل. ولما تستقيل تظل اخونا العزيز اللي بنحبك ونقدرك، ولن نغتالك معنويا ولن نجرحك ولن نقول عليك حاجه. خلاص ايه المشكله؟ هو اللي هيسيب يدخل النار واللي هيقعد هيدخل الجنه؟ لا. بس ادي المسائل ببساطه. سؤال اتكرر ويبدو متوصي عليه، هل اتخذ قرار اداري ضد حضرتك في عضويتك في الجماعه ولا ما زلت عضوا بمؤسسات الجماعه؟ انا عضو في مجلس الشورى بحكم اللائحه ولم يتخذ قرار اداري ولا يستطيع حد ياخذ قرار اداري في حق الا مجلس الشورى. طيب مجلس الشورى لم يجتمع حتى الان. هل ستترشح كما قيل؟ عامل تحقيق نيابه. لا ما هو ده اكتر من النيابه. بس انت شكلك يعني بترضي بعض الناس هنا يعني. لا ولا هنا مش عارف. دي انا امثل يعني لا، خلينا نتكلم في قضايا كليه تكون افيد يعني. ما عنديش اي مشكله تقول اي سؤال. دي جزء تمهيدي لانه دي انا امثل مباحث امن الدعوه هنا، يعني لازم تجاوب على الكلام ده. لا احنا ما عندناش مباحث في امن الدعوه. طيب يعني ما عندناش احنا مباحث امن الدعوه في الاخوان المسلمين، والاداءات السيئه لبعض الافراد القليلين في الاخوان لا تمثل جمهور الاخوان. وانا ما زلت اعتز وافخر بانني منتمي لهذه المدرسه العظيمه التي اسسها الامام البنا، وانا ارائي كلها التي قد تجدوها مختلفه لفلان والعلان والترتان، انا يعني لا تضعوني في موقف سيدنا عثمان بن عفان مع الفارق. انا لا اساوي التراب اللي مشي عليه عثمان بن عفان واقول الست انا الست، فده ليس محلها الان. في حمله لترشيح حضرتك للرئاسه. انا طلبت ميه. انا نفسي عزمه. في حمله على الانترنت تدعو لترشيح حضرتك للرئاسه. اولا هل حضرتك موافق على كده، على الترشيح للرئاسه واخذت قرار بكده؟ ثانيا الاخوان يقولون انهم ليس لهم مرشح للرئاسه. هذا القرار ان الاخوان ليس لهم مرشح للرئاسه، انا اول من قدمته واول من طلبت به ان لا يكون لاي حركه اسلاميه مرشح للرئاسه. بل انا فصل الحزب عن الدعوه، يعني مش معقول اقول فصل الحزب عن الدعوه وبعدين اقول يبقى في مرشح للرئاسه للاخوان، يعني مساله تتناقض معقول لحضرتك. عشان كده احسب لنا قضيه الرئاسه منك او من مرشحين. فلما بعض الناس عملوا الحمله اللي عملوها دي، اللي انا لا، انتوا تعرفوا ان الجيل بتاعنا الجيل اللي المفروض بقى يخف عن مصر شويه ويسيب الشباب اللي صنع الثوره يقود مصر. ان الشباب ده هو الحاضر هو المستقبل. لما حد عمل هذه الحمله على وانا سئلت في اول مره في برنامج الحياه قلت قد افكر في ترشيح نفسي او افكر يعني في ترشيح نفسي، لكن حتى الان انا لم احسم المساله. مش معقول انا هرشح نفسي في السر، لازم هحاول ان انا ارشح نفسي. فبقول قد افكر الان في ترشيح نفسي، لكن انا لا، حينئذ لن اكون لا مرشح للوفد ولا الاخوان ولا اي حاجه، ساكون مرشح مستقل. وحينئذ زي ما اتسالت في برنامج الجزيره طب هتعمل ايه؟ قلت له ساستقيل فورا من الاخوان انا وغيري. افرض ان غيري من الاخوان حب يرشح نفسه لهذا المكان، عليه ان يستقيل. انا اقدر من حضرتك هذا. أنا أقدر لحضرتك هذا الكلام من المسألة، لكن يعني أقدر أيضا أن المسألة تحتاج
لقدر من التفكير والمشاورة مع رموز كثيرة أنا أقدرها وأحترمها في هذه المسألة، وأنا لست أنوي استطالة إعلان موقفي من هذه المسألة. لن يطول، سأقول لن أفعل هذا أو سأقول أفعل هذا، وأعلم حينما أقول هذا كيف سأسير وحينما أقولها سأسير. وأنا أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلص نيتي ويخلص رغبتي أن تكون لوجه الله ولصالح الوطن في هذه المسألة، وأرجو أن يكون لي أي نصيب في هذا، لأن أنا أدرك أن إقدامي على هذه المسألة زي ما الدكتورة زوجتي قالت لي أنت مقدم على، لو فكرت لو قررت إنك تعمل كده أنت مقدم على عمل استشهادي. بقول لها يعني استشهادي وأنا داخل حرب؟ قالت لي ده يعني في أطراف كثيرة جدا ده رصاصة بربع جنيه ويخلصوا منك. قلت لها طب يا ريت، ما أنا نفسي أموت شهيد من زمان ومش لاقي فرصة. فيعني أنا يعني أرجو أن أكون مخلص، وده مش هيتم إلا بدعاء الصالحين لي أن أكون مخلص لهذه المسألة. نعم. لم تعلن ما موقفك النهائي، أنت تؤجل الإعلان لحد أنا لا أعلن، أنا قلت أنا أفكر في هذه المسألة وحينما أنتهي لقرار سوف أعلنه، لأنني هذا المسألة لا تخصني، هذه المسألة تخص جمهور الوطني المصري اللي بيعلي قيمة الحضارة الإسلامية من المسلمين والأقباط. وأنا لن أكون مرشح أي طرف ولا حزب ولا حركة ولا حتى الجماعة التي أعتز بالانتماء إليها. حينما أعلن ترشيحي سوف أجتهد أن أقول إن أنا مرشح مصر. طبعا ما أقصدش مصر بمعنى أنا مرشح كل المصريين، لا، اللي يقول كده يبقى مش فاهم حاجة، لكن أجتهد أن أكون خادم لكل المصريين إذا قررت أن أكون في هذا المكان. وده لن يتم إلا بعونكم ومساعدتكم ومساعدة كل المخلصين لهذا الوطن إذا ما لقيت الأسباب اللي أنا ببحثها تنتهي. وهقول هذا يعني. في حال وده مفتوح عدم ترشيح حضرتك، إيه من أقرب المرشحين اللي أنت أو تقييمك للمعروض الآن؟ أنا لو شايف اللي معروض الآن مقنع ليا ما كنتش هعمل كده. وأتمنى أن يبان شخص، أتمنى أن يبان شخص مرشح لرئاسة الجمهورية يكون مقنع ليا، سوف أكون من أول واحد في الحملة بتاعته وأساعده وأنادي بانتخابه. يعني أتمنى هذا. لكن حتى اللي معروض الآن زي ما بيقولوا الأخ حسام في البورصة لا يوجد أي حد يعني، مع أنهم ممكن يبقوا ناس محترمين كلهم وأفضل مني، لكن هم غير مقنعين ليا أن أنا أديهم صوت. لا مين؟ لا مش مين اللي هيرشح نفسه، مش اللي هيتبنى. أنت يعني مش ليس لك ميل لأحد من المرشحين. أنا قلت الكلام ده في برنامج امبارح صباح الخير يا مصر، يعني مش أول مرة أقول، وده بيشوفوا مش عارف قد إيه. طيب في استثناء ما اعرفش ينفع ولا لا انا اطرحه لحضرتك، في الاستاذه ايزيس فتحي ناشطه اجتماعيه يعني محلفاني بايمان الله كلها انها فتاه مسيحيه وعايزه تتكلم يعني توجه لك سؤال مباشر، فاذا بتوافق على خرق هذا الموضوع هذا الاستثناء ممكن نديه جدا. تتفضل. يا نهار ابيض، مع انه استثناء وحيد. ما تطوليش. لا مش هطول خالص. انا سعيده جدا ان معانا يعني قياده من قيادات الاخوان المسلمين بهذا التفتح والمناقشه. يعني انا فتاه مسيحيه، واعلنت من هنا قبل المشاكل اللي حصلت على التعديلات وغيره انه انا ضد ان الماده الثانيه تتشال، لان انا شايفه ان دي كانت هم عايزين يعملوا حاله بلبله مش اكتر. وانا اسفه، انا كنت سعيده جدا ان حضرتك قلت لا، ولكن لو رجعنا فكره التعديلات الدستوريه هي كانت فكره الرئيس السابق اللي احنا اسقطنا نظامه. انا كنت حزينه جدا على كل اللي قال نعم، لانه وافق على مبدا هو حاطه. انا مش بناقش، انا بقول رايي، ده راي فردي يعني. السؤال اللي عاوزه اساله لحضرتك، احنا مش في صدد ان انا اسفه للجميع، احنا مش في صدد النهارده ان احنا نناقش مع حضرتك موقفك من الجامعه، ولكن انا جاي عشان احضر ندوه عن مستقبل الجامعه في مصر. في حاجه مهمه جدا، انا كان نفسي عنوان الندوه دي يكون مناقشه مستقبل مصر، ويكون على المنصه دي حد من الاخوان، حد من القيادات المسيحيه، حد من القيادات الحزبيه، ما تكونش عن مناقشه الجامعه، مستقبل الجامعه، لان يعني
مش عارفه، الموضوع مش واضح. لماذا لا تعلن الجماعه موقفها من الظواهري ومن عبود الزمر اللي كان اول تصريحاته اول ما خرج انه عايز يعمل لجنه تكفيريه ويدفع المسيحيين الجزيه؟ عايزه اسال سؤال. التصريحات دي اتقالت، ما حد سمعها؟ تمام. معلش انا اسف. اوكي يا جماعه، في حاجه مهمه جدا. انا لا انتمي لاي طائفه حزبيه ولا اي حاجه، لكني مواطنه عاديه جدا. عاوزه اسال حاجه. حضرتك رافض طبعا فكره ان يبقى في حزب اخوان او كده، بس حضرتك شئت ام ابيت ده هيحصل. ولكن لماذا الصبغه الدينيه دائما على حركه الاخوان المسلمين؟ اذا كنت هتمثلني حضرتك في مجلس الشعب او اذا كنت بتيجي تمثلني في الدايره، لماذا كل الكلام بيبقى موجه للمسلمين؟ حتى حضرتك في كلامك لما تيجي بتتكلم بتقول الامه الاسلاميه. انا لا ارفض هذا، ولكني مواطنه ومن حقي ان انت لما اجي لحضرتك تمثلني. دي نقطه. النقطه الثانيه، النهارده وانا داخله الندوه حضرتك لماذا لم نؤخر ميعاد الندوه بعد الصلاه؟ ان المسرح مش مكان للصلاه. انا لا ارفض هذا، ولكني كمسيحيه ما ينفعش اقف النهارده على المنبر واقول ده ميعاد صلاه. حضرتك دي حاجه ما تبشرليش خير، خصوصا ان حضرتك قعدت قلت ان في بعض التصرفات اللي بتقلق الناس. انا مش ضد ابدا المسلمين، وانا نفسي اعلنت بعد الحادث القدسين ان الموضوع ده مجرد بلبله مش اكتر. فلماذا هذه الصبغه الدينيه على وضعك انت كحد جاي تكلمني في مناقشه سياسيه؟ اوكي، كنا ممكن نعمل المحاضره بعد الصلاه، لان هذا مش مكان صلاه، خصوصا انه مش جامع. بس ارجو الرد على التساؤل على فكره استاذه عزيز. شكرا ليكي. انا هضم بقيت لحظه يا شباب يا سيدي. بعد اذن حضراتكم، اولا انا بشكر بنتنا العزيزه ازيز، لكن بس عاوز اقول لك يا ازيز ان اخواننا الاعزاء المسيحيين ما ينفعوش يصلوا الا بطريقه معينه. واخد بالك؟ انا جاي من ورا عشان انا فاكر الاخر سؤال، لكن هم المسلمين ممكن يصلوا في اي حته، لان الرسول بتاعنا قال جعلت لي الارض طهورا ومسجدا فايما ادركته الصلاه فليصلي، بس بشرط ان ما يعطلش الاخرين في المكان اللي يعني. انا كنت مره في الكاتدرائيه في زياره للبابا شنوده، وادركتني انا هقول لي كل اللي انت قلتيه، وادركتني صلاه المغرب وانا قاعد مع البابا شنوده ازيز، فرحت قلت له على اذنك يا سيدنا البابا انا هصلي المغرب، وصلاه المغرب جنبه، ما زعلش وما قاليش ده مش مكان للصلاه، روح صلي في الجامع بتاعك. لكن انا استاذنته عشان ما يبقاش صلاتي جنبه وهو قاعد تعطلوا عن حاجه. انا ما ارضاش ان طلاب مسلمين يصلوا في مدرج في محاضره علميه ويعطلوا المحاضره، لكن لو المدرج فاضي يصلوا ايه المشكله؟ لان هم ممكن المسلمين يصلوا في اي مكان. فده يعني انا بقول لو في لا عفوا دكتور، انا يعني مش هضم صوتي لازيس ولا حاجه، لكن انا فهمت سؤال ازيس ازاي. النهارده دلوقتي المغرب اذن، مش لازم الصلاه على هنا، يعني ممكن جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. انا ما اعرفش بصلي فين. في قاعات في مصليات خلاص مش هنناقش في الموضوع ده يا جماعه. وجهت في مجموعه اسئله هي ازيس طرحت مجموعه اسئله ووقف النقاش عن التوصيف. الحاجه بعد اذن حضراتكم المساله بسيطه، الحاجه اللي عرضتها هو المكتبه بتنظم يا ازيس المحاضرات بتاعتها. انا على فكره ما حدش يزايد عليا، انا كلامي مع ازيس لان انا بعتز بالشباب، فلو ان اللي قام طرح الاسئله دي ازيس او خضرة او خديجه او عائشه كنت هعتز بيها بهذه الطريقه. انا ما بجاملش حد عشان هي شابه زي بناتي، وانا بطبعي بحب الشباب وليا يعني عاطفه شديده تجاههم وبحب الشباب الشجاع بالذات اللي بيقوم ويتكلم وما يخافش وكده. فده سبب اهتمامي باسئلتها عشان بعض ما يفسروش تفسيرات مش مظبوطه هي عزيز سالت سؤال مهم في الاول.
بتقول احنا لا احنا ردينا، وانا رديت امبارح ورديت اول امبارح في برنامج بتاع لميس الحديدي ان اللي قاله عبد الزمر مرفوض ولا يجوز لاي حال من الاحوال. اللي قاله في حق القتل لما قال ان انا ممكن اخد فتوى من حد وممكن نقتل الحاكم الظالم، في الجماعه الوطنيه لا يجوز لاحد ان يريق دم احد حتى لو كان الحاكم الظالم، وأن الوسيلة الوحيدة لإسقاط الحاكم الظالم هي لما قامت به الثورة المصرية في 25 يناير وأعلنت سلمية وتلقى شبابنا من هذا الظالم في صدورهم الرصاصات التي استشهدوا بها، سواء حتى لو بفتوى. عشان كده الكلام اللي قاله أنا قلت له لازم يعني هذا كلام مرفوض، والجهة الوحيدة التي تحكم بالإعدام على المواطن في الجماعة الوطنية هو القضاء النهائي، هو الذي يحكم، لكن لا شيخ ولا قسيس ولا شخص يجوز